السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم يوتا هشام من يوميات يوتا. اتمنى ان انتوا تكون عاجباكم القناه بتاعتي. انا بنزل حاجات مختلفه ومتنوعه عن العنايه بالبشره، الاكل، كل ما يخص المراه بمعنى اصح، سواء كان من ترتيب شقه، من اكل، من نظافه شخصيه، عنايه بالبشره، العنايه بالجسم. بتكلم عن كل الحاجات دي. بس النهارده الفيديو عن المشتريات. انا عارفه ان انتوا ناس كتير جدا بتطلب مني ان انا انزل فيديوهات عن المشتريات كتير جدا. وبالتالي انا عملت لكم الفيديو ده على طلبكم انتوا، ان ناس كتير جدا بتقول ان انا اعمل عن المشتريات. وانا جايبه النهارده ده من مليون صنف. تمام. انا بنزله البنات اللي هم قريب، سكانهم قريب مني اكيد يعرفوا المحل التحفه ده، اسمه مليون صنف. انا جبت حاجات للمطبخ وحاجات ليا انا، حاجات ليا انا هوريكم الاتنين. بس يلا نبدا الاول بحاجات المطبخ من محل مليون صنف. هوريكم دلوقتي اول حاجه انا جبتها الجوانتي التحفه ده. انا الجوانتي بتاعي اتقطع واتبهدل، فجبت الجوانتي ده مكانه. وسط هو كده مبدئيا سعره اهو 15 جنيه، باين اهو عندكم من مليون صنف 15 جنيه. هطلعه لكم من جوه، وده شكله اهو من جوه. طبعا في اشكال كتير جدا، ولو خدتوا بالكم هنا مكتوب ميديم، ده المقاس الميديم. في سمول اصغر من كده، وفي لارج، في اكس لارج، في مقاسات كتير على حسب طول الجوانتي. وكمان لو الايد مليانه شويه فبالتالي انت عايزه جوانتي اكبر من كده. ثواني، انا لبست غلط اهو كده. انت المفروض بتخلي الجزء اللي هو اللي فيه نقوشات دي بيبقى من جوه، والجزء التاني من بره. اوريكم دلوقتي ازاي. يعني اهو ده الجزء اللي فيه النقوشات يبقى من جوه. تمام، هو بيبقى عامل كده. يعني بصوا واصل لي لحد هنا، حلو جدا. ويبقى حلو ان انت تحافظي على جمال ايدك، علشان المواعين والنظافه والاتربه والكلام ده كله، وكمان عشان الفيروسات اللي احنا فيها وفيروس كورونا والكلام ده كله. فبالتالي المفروض ان انت ما تتعرضيش للاتربه والحاجات دي كلها اللي فيها فيروسات. دي كده كانت اول حاجه معانا، وزي ما قلنا هي عامله 15 جنيه او 15. تمام. دلوقتي يلا نطلع الحاجه التانية. الحاجه التانية هي دي، هي بتتفتح كده وتتقفل تاني. دي انا جبتها برضو من مليون صنف. دي هي ب10 جنيه. استنى ابينها لكم، مش عارفه باين عندكم السعر ولا لا، بس هي ب15 جنيه. بحاول ابينها لكم اكتر. ب10 جنيه، عفوا معلش، ب10 جنيه اهي. اهي باينه تقريبا جزئيا، يعني كده باينه، بس اهي. دي طبعا سيليكون، هتبقى حلوه جدا لحاجات التيفال. الحاجات كلها انا مش عايزاها تتجرح، دي هتبقى حلوه جدا ليها. والكواليتي بتاعها حلو على فكره، يعني من زلزال ومليون صنف، من الحاجات اللي انا بحب اجيب من عندهم. بثق في حاجاتهم قوي، عن تجربه جبت من عندهم حاجات كتير. والقطاعات التحفه دي على شكل قلب. انا جبت منها اتنين، واحده على شكل قلب، التانية على شكل وردة. هي بيبقى جواها 1 2 3 4 5، بيبقى 5 قطعات بأحجام مختلفة زي ما انتم ما شايفين. هي كان هنا كده بتبقى حامية ان انت تقدري تقطعي بيها العجين، تقطعي بيها حاجات كتير قوي. استعملتها في حلقات كتير انا عملتها بيها. انا طبعا بحب اجمع لكم كل المشتريات، وبعد كده بصورها لكم زي ما انتم عارفين. هي بجد حلوه جدا جدا، وهتفيدك قوي، هتخلي الاكل اللي انت بتعمليه شكله حلو. لو انت بتعملي معجنات يعني، او الحاجات دي كلها عايزه تقطعيها على شكل لاولادك ان هم يلبسوا فيها. طبعا فيها اشكال كتير جدا، فيها دايره، فيها ورده، فيها قلب، فيها مربع. دي سعر الواحده يعني كده دول كده كلهم 8 جنيه بس. ايوه 8 جنيه بس، والله اسعارهم حلو جدا. دول كده برضو فيهم 5 ب8 جنيه كده دي، ودي كمان ب8 جنيه برضو من عند مليون صنف. ودي كانت تالت حاجة احنا جبناها. رابع حاجة انا جبت دي الاعواد اللي هي عشان اعمل بيها شيش طاووق. تمام، اعواد شيش طاووق دي وسط، يعني في اكبر منها اطول منها لو عايزة، اللي هو الطويل قوي ده. دي فيها 42 عود خشب.
42 عود خشب لشيش طاووق، وسعرها خليني ابينها لكم اهي، لو باينه 5.5 هي 5.5. بجد حلوه جدا، وانا عديتها لكم عود عشان اقول لكم يعني فيها كام واحده. هي فيها 42 واحده بالظبط. وسعرها حلو جدا، هي ب5.5. دي الشيش طاووق طبعا. ولو عايزه حاجه اطول من كده في الاطول من كده، بس بصراحه ما بصيتش على سعرها يعني، بس هتبقى يعني اعلى من يعني اغلى من دي حاجه بسيطه. تمام. ودي كانت معانا خامس حاجه. احنا كده الاول جبنا الجوانتي، وتاني والتالت اهي، ودي الرابع، ودي الخامس. سادس حاجه بقى معانا دي. طبعا انتوا عارفين ان احنا دلوقتي في فيروس كورونا، المفروض ان احنا هناخد حاجه يعني ناكل حاجات مفيده وترفع المناعه. فطبعا انتوا عارفين العسل الابيض ما ينفعش نحط فيه معلقه العاديه، لازم تكون خشب او بلاستيك. تمام. فعلشان كده انا جبت دي معلقه سيليكون، معلقه عسل سيليكون بتبقى بالشكل ده. في منها بلاستيك، في منها سيليكون، في منها الخشب، بس الخشب كان خلصان. طبعا الخشب افضل بكتير جدا جدا، بس انا جبت دي برضو حلوه. دي ب9 جنيه، لو باينه هي عندكم 9 جنيه. تمام. بجد حلوه جدا ومفيده، وانا هبقى انزل لكم حلقه ان شاء الله عن حاجه بالعسل الابيض تعملوها كل يوم الصبح. دي بترفع المناعه بطريقه حلوه جدا. دي ليكي انت كأم او كأب او كأولاد، لازم كل فرد في البيت ياخدها. ممكن طفل ياخدها من بعد ما يعدي السنه، يعني اكتر من سنه ياخدها، او ممكن 8 او 9 شهور كمان، يعني لان هي فيها حاجات مفيده. طالما الطفل بدأ ياكل وكده فخلاص ينفع ان هو ياخدها. دي حاجه مهمه جدا جدا، ان شاء الله هبقى انزل لكم في حلقه لوحدها. هترفع المناعه بطريقه حلوه جدا جدا جدا، وبجد هتشكروني جدا عليها. وسابع حاجه دلوقتي اهي، واخر حاجه في حاجات المطبخ هتكون دي قطاعه او سكينه بسبوسه بايد جلد، زي ما انتم مش شايفين شكلها حلو قوي. دي ممكن نقطع بيها العجين، يعني لو انت مثلا تعملي عجين زي ما انا بعمل دايما وبقطعه كده بسكينه، فبالتالي دي لا، الاحسن انت تقطعيها بيها، هتبقى مقطعاها متساوي. او كمان ممكن ان انت تقطعي بيها السينابون. بعد ما تشكليه رول بتقطعي كده بدي قطع صغيره، بيبقى كده وحاميه جدا وحلوه قوي. دي سعرها اهو 9.5 من مليون صنف برضو. بجد حلوه قوي ومتينه، يعني ماسكه نفسها، يعني بصوا متينه قوي، يعني انا بشدها يعني ما بتتحركش حتى، متينه قوي. والايد بتاعتها جلد، كان في طبعا ايد بلاستيك بس انا جبت الايد الجلد تبقى احسن وامتن اكتر. ودي ب9.5 زي ما قلت لكم، بجد حلوه جدا. ودي كانت اخر حاجه من حاجات المطبخ. دلوقتي بقى هوريكم الحاجات اللي انا جبتها ليا انا. هما حاجتين يعني، هما تقريبا شبه بعض بس فرق اللون. انا جبت هي دي برضو من مليون صنف على فكره. هوريها لكم دلوقتي اهو. نطلع الثانيه. انا جبت دول زي ما انتم شايفين شكلهم حلو قوي. دي ساعات انا هطلعها لكم من الكيس، بس الاول اوريكم سعرها. يعني هوريكم سعر واحده لان الاثنين واحد. طبعا الساعات دي طالعه موضه جدا زي ما انتم عارفين، منتشره قوي في كل مكان. دي ساعات اللي هي المعدن المغناطيس اللي هي بتلزق لوحدها. انا هوريكم سعرها ثانيه واحده بس اهي. دي ب35. انا جبت 2 منها، لو السعر باين عندكم اهي 35. شكلها بجد حلو قوي. انا هفتحها لكم اوريها لكم من جوه عامله ازاي. انا بحاول اطلعها لكم بس واوضح لكم الصوره علشان مغوشه شويه. بصوا هي شكلها كده بجد حلو قوي، تحفه بكل معاني الكلمه. طبعا بتتضيق وتتوسع على حسب مقاس الايد. شكلها جميل جدا وسعرها حلو قوي. بالنسبه اللي بيلزق بتعمل كده، يعني انا مثلا هلبسها في ايدي اهي، بنشد كده اهي، دي المغناطيس، بنعمل كده وتضيقيها على حسب مقاس ايدك كده. بس هي كده لزقت، بصوا اهي تاني، بس بتلزق على حسب بقى مقاس ايدك اهي. شكلها في بقى منها الوان كتير جدا، في اسود وفي موف وفي سيلفر وفي اللي هو الجولد ده،
وفي الوان كتير قوي قوي نازله منها الوان كتير. بس انا قلت المره دي هجيب الموف وهجيب الجولد، والمره الجايه ان شاء الله هجيب السيلفر. بجد شكلها حلو قوي، انا عجبتني جدا، يعني عمليه وحلوه وسريعه. طبعا طالعه موضه، طبعا انتوا عارفين ان احنا لازم نواكب الموضه الى حد ما، يعني مش كل حاجه بتتقلد طبعا. كده اهي دي، هوريكم بقى اللون التاني بتاعها. وان شاء الله هبقى اعمل لكم كده جوله في مليون صنفه، اوريكم كل الحاجات اللي عندهم والاسعار بتاعتها كمان. ودي بقى الساعه التانية اهي، برضو دي اهي ب35، لو السعر باين عندكم طبعا نفس السعر وفرق بس الالوان. هوريها لكم من جوه، بصوا عامله ازاي. انا هلبسها برضو اوريها لكم على ايدي. بقفلها كده، بس بجد شكلها حلو قوي، عجبتني جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وهتبقى بجد حلوه قوي وعمليه ومريحه. في منها على فكره المغناطيس، وفي منها اللي هو النوع العادي التاني اللي بيتقفل زي الساعات العاديه، بس انا حبيت المغناطيس اكتر لانه هو عملي وسريع اكتر يعني. بجد حلوه قوي، وكمان انت هتجيبيها وتبقي واثقه ان هي على مقاس ايدك. ان هي طبعا بتتضيق وتتوسع على حسب المقاس بالمغناطيس ده زي ما قلت لكم، وسهل جدا. وبصوا اهو كده من بعيد قفل، حلو قوي بجد. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، ولو انتوا لسه جداد بقى على القناه ما تنسوش تدعموني بقى بسبسكرايب صغير كده، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايك كبير كده قوي 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 وكومنت تقولوا لي رايكم علشان اكيد بيهمني كتير جدا. ولو حابين تعرفوا اي استفسارات او اي حاجه تقدروا ان انتوا تكتبوها لي في كومنت، وانا ان شاء الله هرد عليكم. او كمان تقدروا ان انتوا تعملوا انضمام للجروب بتاعي موجود على الفيس، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت، او على الانستجرام تقدروا ان انتوا كمان تتابعوني وتعملوا لي فولو، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت برضو في صندوق الوصف. يعني تقدروا ان انتوا تتابعوني على جميع انواع التواصل الاجتماعي. باي باي، ان شاء الله في حلقة تانية.